تعتبر حناء العيد من العادات والتقاليد الجميلة في المغرب، حيث تمثل جزءاً لا يتجزأ من احتفالات عيد الفطر والأضحى. تعكس هذه الطقوس القديمة تراثاً غنياً وروحانية عميقة في المجتمع المغربي. تبدأ استعدادات حناء العيد قبل بضعة أيام من حلول العيد، حيث تقوم النساء بتجهيز الحناء والأدوات اللازمة لتطبيقها، وتتبادل الأفكار والتصاميم بينهن لابتكار نقوش مميزة تعبر عن جمال وثقافة المنطقة. في يوم العيد تجتمع النساء في بيوتهن أو في صالونات الحناء المخصصة، حيث تبدأ جلسات الحناء بفرح وبهجة. تتنافس النساء في تزين بعضهن البعض بالحناء، مما يعزز الروح المجتمعية والترابط بينهن. تعتبر الحناء في المغرب أكثر من مجرد زخرفة جمالية، إذ تحمل رموزاً ومعاني عميقة، فهي تعبر عن الفرح والاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية، كما تعتبر أيضاً علامة على الاهتمام بالجمال والتقاليد القديمة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر جلسات الحناء فرصة للتواصل والترابط الاجتماعي بين النساء، حيث يتم خلق أجواء من الود والمحبة والتضامن، وتبادل الخبرات والأسرار في جو من السرور والبهجة. باختصار، تعكس حناء العيد في المغرب تراثاً غنياً بالجمال والروحانية، وتجسد قيم الفرح والتضامن والتقاليد العريقة في المجتمع المغربي. في عصرنا الحديث، تشهد حناء العيد في المغرب تطوراً ملحوظاً، حيث أصبحت تتخذ أشكالاً وتصاميماً متنوعة تتلائم مع الأذواق الحديثة، مع الحفاظ على جوهر التقاليد القديمة. يعكس الاهتمام المتزايد بالجمال والعناية بالمظهر الشخصي تأثيره على ثقافة حناء العيد، حيث يبحث النساء عن تصاميم جديدة ومبتكرة تبرز جمالهن وتميزهن في الاحتفالات. كما أصبحت جلسات الحناء فرصة لاستعراض المواهب الفنية والإبداعية، حيث يتنافس الفنانون في تقديم تصاميم مميزة تجمع بين التقاليد القديمة والعصرية، مما يضيف للمناسبة جواً من الإثارة والتجدد. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الحناء أيضاً مصدر رزق للعديد من النساء في المجتمع المغربي، حيث يعملن في مجال تزيين الحناء وتطبيقها للآخرين، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور المرأة في العمل والمجتمع. بهذه الطريقة تظل حناء العيد في المغرب تجسيداً للتراث الثقافي والروحاني، وفي الوقت نفسه تتطور وتتجدد لتلبي تطلعات المجتمع الحديث وتعبر عن جمالياته وروحه. نعم، في العديد من الثقافات تعتبر حناء العيد تقليداً جميلاً يفرح به الفتيات الصغيرات خاصة. تعتبر هذه التجربة جزءاً من احتفالاتهن بالعيد، وتضفي عليهن جواً من البهجة والاحتفال. بالطبع، فإن حناء العيد تعتبر تقليداً جميلاً ينتظره الكثيرون، وخاصة الفتيات الصغيرات اللاتي يتطلعن لتزيين أيديهن بأنماط جميلة ومميزة من الحناء. يشعرن بالفخر والسعادة عندما يحصلن على تلك الزخارف التي تزيد من جمالهن في أيام العيد. إليك أحد الموديلات الجديدة ورسومات الحناء التي يبحث عنها جميع النساء في مناسبة عيد الفطر، حيث يتزين ويبدين جمالهن. وأيضا لمن تريد أن تتعلم صنعة الحناء وكيفية النقش على اليد وأسهل طريقة لتعلم في المنزل،